في إحساس عام كده إن الأيام زمان كانت أحلى، ومش زمان قوي يعني، لأ، إحنا بنتكلم عن فترة قريبة جدا، حقبة ما قبل 2019، فاكرينها؟ لما الحياة كان ليها طعم تاني خالص، يمكن كانت أبسط، أهدى، أو يمكن إحنا بس اللي كنا حاسين كده. يا ترى الإحساس ده حقيقي، ولا دي مجرد لعبة من ذاكرتنا؟ أهو السؤال ده بالذات بقى عامل زي لازمة بتتكرر في كل قعدة وعلى كل لسان. هل فعلا كانت سنة 2019 دي آخر صفحة حلوة في الحكاية بتاعتنا؟ وهل إحنا كده محكوم علينا نفضل عايشين بالإحساس ده، إحساس إن الحياة بقت تقيلة؟ في التحليل ده إحنا هنمسك الإحساس ده ونفككه حتة حتة عشان نعرف أصله إيه وفصله إيه. طيب، عشان نفهم ليه بنحن للماضي بالشكل ده، لازم الأول نفهم المصنع اللي جوه دماغنا ده بيشتغل إزاي. الحكاية كلها، صدق أو لا تصدق، بتبدأ بظاهرة نفسية، أو زي ما بنحب نقول عليها وهم جميل اسمه الأيام الحلوة. في علم النفس في مصطلح اسمه الذاكرة الوردية. المفهوم ده ظهر بشكل علمي في دراسة لباحثين اسمهم ميتشل وتومسون سنة 1994. الدراسة دي كانت بتحلل إزاي الناس بتفتكر أجازاتهم وسفرياتهم القديمة، واكتشفوا حاجة غريبة جدا، إنهم دايما بيفتكروها أحلى وأروع بكتير من اللي حسوه وقتها فعلا. عقلنا بيشتغل بالظبط زي مخرج سينما شاطر، بيعمل مونتاج لذاكرة حياتنا، بيقص المشاهد البايخة، بيمسح اللحظات المملة، وما بيسيبش في الفيلم غير الهايلايتس واللقطات الحلوة. يعني ببساطة شديدة، الذاكرة بتاعتنا مش كاميرا فيديو بتسجل كل ثانية زي ما هي، لا خالص. هي أقرب لفنان بيرسم لوحة، بيختار يبروز إيه ويحط إيه في الظل. وده اللي أكدته دراسة تانية لوكر وزمايله سنة 2003، واللي وضحت إن المشاعر الإيجابية بتفضل ثابتة في الذاكرة بقوة، أما المشاعر السلبية فبتضعف وبتتلاشى مع الوقت. وعشان كده دايما الماضي بيبان أحسن. والموضوع ده بنشوفه في حياتنا كل يوم، زي مثلا لما الواحد يفتكر نفسه كان طالب أسطورة في المدرسة مفيش زيه، وبعدين بالصدفة يلاقي شهادة قديمة ويكتشف بالدليل القاطع إنه كان بينقل الواجب من اللي جنبه بالحرف. أهو ذاكرتنا بتعمل كده طول الوقت، بتنسى التعب والتفاصيل الوحشة وتلمع الحلو بس. طيب، لغاية هنا ممكن نقول إن الموضوع طبيعي ومجرد حنين عادي للماضي، لكن اللي حصل بعد 2019 كان أكبر بكتير من مجرد خدع الذاكرة. اللي حصل إن العالم كله تعرض لصدمة جماعية غيرت برمجة عقولنا وإحساسنا بالأمان. في 2020 منظمة الصحة العالمية أعلنت إن كوفيد-19 بقى وباء عالمي. اللحظة دي ما كانتش مجرد إعلان عن أزمة صحية، دي كانت لحظة إعادة ضبط أو ريست كاملة للحياة زي ما كنا نعرفها. فجأة العالم اتقسم بوضوح لمرحلتين، ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. ومن هنا دخلنا كلنا في تجربة عالمية صعبة جدا ومشتركة. لقينا نفسنا محبوسين في عزلة، بنتعامل مع خوف وقلق دائم من المجهول، وغرقانين في طوفان من الأخبار السلبية اللي مش بتوقف أبدا، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. التجربة دي سابت بصمة عميقة في نفسيتنا كلنا. والكلام ده على فكرة مش مجرد فضفضة، دي أرقام وحقائق. بصوا معايا على الشاشة كده، ده رسم بياني بيبين الزيادة المهولة في معدلات القلق والاضطرابات النفسية على مستوى العالم بعد الجائحة، وده بحسب تقارير الجمعية الأمريكية لعلم النفس سنة 2021. يعني التأثير كان حقيقي وملموس ومتوثق. وهنا بقى نيجي للنقطة الأخطر. الموضوع مش بس إن الظروف اللي حوالينا اتغيرت، الأخطر إن دماغنا نفسه اتعاد برمجته. بقينا في حالة تأهب دايما للخطر. عارف جهاز الإنذار بتاع العربية؟ تخيل إنه بقى شغال على طول ومش بيفصل. أهو ده اللي حصل لدماغنا. فالموضوع مش إن الحياة بقت أصعب، الموضوع إننا بقينا بنحس بكل حاجة بشكل أتقل. ولو كل ده مش كفاية، نيجي للعامل الثالث اللي جه عشان يزود الطين بلة ويدخلنا في دوامة صعب جدا نخرج منها: السوشيال ميديا والروتين القاتل. بصوا، قبل 2019 كنا بنفتح السوشيال ميديا عشان نتسلى شوية. بعد 2019 ومع العزلة والحظر بقينا بنفتحها عشان نعيش. هي اتحولت من مجرد تطبيق على الموبايل لساحة الحياة الأساسية بتاعتنا، وبقت مسيطرة بشكل مرعب على يومنا وتركيزنا وحالتنا النفسية. المشكلة الحقيقية في حجم المقارنة. زمان كنا بنقارن نفسنا بالناس اللي في دايرتنا، أصحابنا، قرايبنا. دلوقتي ممكن في ساعة واحدة بس نقارن حياتنا بأكتر من 1000 حياة تانية متفلترة ومثالية. في باحثة اسمها جين توينجي في دراسة ليها سنة 2019 ربطت بشكل مباشر بين عدد الساعات اللي بنقضيها على الموبايل وبين ارتفاع معدلات الإحساس بالوحدة وعدم الرضا. وهو ده اللي بيحصل بالظبط.
بنشوف أحسن لقطة في حياة كل واحد وهو في أجمل مكان وبأغلى لبس، وإحنا قاعدين بالبيجامة بنفكر في أقساط الشهر الجاي. تلاقي الشخص اللي كان بيستلف منك القلم في المدرسة زمان بقى دلوقتي رائد أعمال عالمي وبيبيع كورسات عن أسرار النجاح. المقارنة المستمرة دي سم بطيء بيقتل أي إحساس بالرضا جوانا. طيب، وفي إحساس غريب تاني كلنا بنشاركه، مش حاسين إن السنة بتخلص قبل ما تبدأ وإن الشهور بقت بتطير طيران؟ الإحساس ده برضه مش وهم، ده كمان ليه تفسير علمي. في نظرية اسمها نظرية الجديد أو الحداثة، واللي شرحها البروفيسور أدريان بيغان في أبحاثه سنة 2019. النظرية دي ببساطة بتقول إن عقلنا بيستخدم الذكريات الجديدة والمختلفة كعلامات عشان يقيس بيها مرور الزمن. كل ما حياتنا بتبقى روتينية وما فيهاش أي جديد، العلامات دي بتقل، فبيتهيأ لنا إن الزمن بيجري بسرعة الصاروخ. الحلقة المفرغة دي قتلت أي إحساس بالتجديد، وبحسب أبحاث لعلماء أعصاب زي بونزك ودوزل، عقلنا عشان يحس بالمكافأة والسعادة محتاج جرعات من الجديد ده، لأن الجديد بيحفز إفراز الدوبامين. من غيره الأيام كلها بتبقى شبه بعضها، وبنفقد الإحساس بالزمن. يوم التلات بيبقى نسخة طبق الأصل من يوم الحد، بس يمكن مكتئب أكتر شوية. طيب، بعد كل التشخيص المفصل ده للحالة اللي احنا فيها وبعد ما فهمنا الأسباب، بيجي السؤال الأهم: وبعدين؟ هل هنفضل محبوسين في سجن الحنين للماضي ده؟ نعمل إيه دلوقتي؟ خلينا نرجع للسؤال الأخير والحاسم. هل فعلاً بجد كانت الحياة قبل 2019 دي جنة ضائعة وإحنا بس اللي ما كناش واخدين بالنا؟ الحقيقة اللي ممكن تصدم ناس كتير، لا، ما كانتش جنة ولا حاجة، لكن إحساسنا إحنا بيها كان مختلف. الفرق كله كان فينا، كنا أصغر في السن، مسؤولياتنا أقل بكتير، والأهم من كل ده كنا أقل وعي بتعقيدات ومشاكل العالم. كنا بنبص للدنيا بنظارة وردية بحكم السن وقلة الخبرة. وهنا مربط الفرص في القصة كلها. المشكلة الحقيقية مش إن العالم انهار وبقى مكان وحش، لا، المشكلة إن إحساسنا بالدهشة والتجديد مات. لما بنفقد الإحساس بالجديد نفقد الدوبامين اللي بيفرزه المخ كمكافأة، والحياة بتفقد طعمها ولونها. كل الأيام بتبقى شبه بعض. وعشان كده الحل مش إننا نفضل نحلم ونقول يا ريت نرجع لأيام 2019. لازم نكسر طريقة التفكير دي تماماً ونبص لقدام. السؤال الصح مش إزاي نرجع، السؤال الصح هو إزاي أخلق الجديد في حياتي من النهاردة، إزاي أكسر الروتين، إزاي أخلي سنة 2026 أو حتى اللي فاضل من السنة دي بداية حقيقية لحياة فيها طعم ولون ودهشة. لأن في النهاية الجنة اللي كلنا بندور عليها مش فترة زمنية راحت ومش هترجع. الجنة دي إحساس بالرضا، بالدهشة، بالتجديد، والإحساس ده قرار نقدر ناخده كل يوم عشان نصنع الجنة بتاعتنا، بدل ما نفضل محبوسين في جنة قديمة موجودة في خيالنا احنا بس.